السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيث ماذي السماء من متجام طاح الزيوم جمار نغني غير البرنامج نوم تفوت مورون. نتمنى كوم تسعدوا يجي نسعدتشنا غادي السيور مين دان غينفع عن ذي الدنيا النخ ذي الآخرة نغي إن شاء الله تعالى. أيث ماذي السماء الحلقة النهارة غادي السيور خرج الصفة ذي الصفات الله سبحانه جل وعلا. غادي السيور خرج القيمة زي القيم من الإسلام النخ عزا. غادي السيور خ العدل. فمين يعني العدل؟ ما مش غانق أنق العدل يكثر روكت النخ يكثم غاري النخ يجيوذان مرة ما مش غانق أن يري عدل يقخ في النخ وأن يري عدل يقل الله سبحانه جل وعلا وثن ضد جمشا التصيص قسان أخسن نجاوب إن شاء الله ذي الحلقة يا نهارة بشكوري الجن أذيسي تصغاث الناس ذي ثلاث ويض جم حد ويت تبور حق ونغني قمة كينا خنزار المحاورة الحلقة يا نهارة ودن ذور باش نفصل ذي الموضوع إن شاء الله. ثلاث جديني 8 8 المخزن يضغن سنين ديال العمومي يضغن سنين ديال الخصوصي. وإذا قلتم فاعدلوا أمو مزيان أمو مقرن دوا مقان حسبنا المدي مقان العدل وزما بوتيري شنتو ذاث تيزيد إلا سالعدل. أيث ماذي السماء مشنا نسيور نهار خش الصفة زي الصفات من الله سبحانه جل وعلا. والصفة يا عظيمة نتث كذلك ذي جن قيمة الطام قران زي القيام من الإسلام بل زمارني المنظومة الإسلام تقريبا يجمو زين ضم قران خاسي بناخ القيمة يا ثانيتا القيمة يا العدل. العدل نتذ الأساس الحياة نتذ أساس انتذاث. العدل نتذ أساس الملك لأنه وزما بوذ يريشن الملك وزما بوذ يريشن تذاث تيزيد إلا سالعدل. سويني مولانا سبحانه جل وعلا من أسمائه الحكم العدل. والله سبحانه جل وعلا أيها الأحباب يحرم الظلم خيخ في الناس ويتصف الصفة العظيمة من العدل الصفة النص نار رحمة. ولكن الحمد لله أن الله سبحانه جل وعلا الرحمة النص تزار الغضب النص وتزار كذلك العدل النص لأنه مركا الذي حسب كل الجنس زينخ العدل فيقصح التص. العدل مركار زمار أنيني سمازيخت انت ذي جن رميزان رميزاني ذوني يتسقمن ثلاث يوذان أم تكمر مركار يختل رميزانا أيثما ذي السماء ثلاث والتيريشاء ثيزيض والتيريشاء ثشنا ما يمي لأنه نهاري غيغاب العدل يتسد قمش الناس الظلم بمعنى أن العدل يتجن ضد الظلم. نزمرانيني كذلك العدل هو كر حجة التقذ قمش الناس سمازيخت ثوانيتا ومن قار العدل بمعنى التقذ خوغنبو بالنس التقذ قمش النس السكشذر حق النس تصغاث النس وضد جمض رذي الجن زي المخلوقات من الله سبحانه جل وعلا يجان ذي الحكم العدل يحرم الظلم خيخ في النس يقيث جارانخ محرما ما يمي باش وان ضد جم بوي الجن اظن نغني ايثما ذي اسماء كان خزام يجي مشهد تمثيلي يتقرب الصفه هي ثانيتا ناخذ القيمه يعني العدل وكون مكمل ان شاء الله. خمسة وسبعين ألف كتب ترونسبور 80,000 سيغور 70,000 حطي معه همنا يذتس وغاري من غير غبني تيزي شنتم زيدان 8 بريفي وهي بريفي اتصل مصاريف تقاب ما رايح نجي دايز دغندي العماره ما راه قاندي بريفي الا ثواين وقاندي العمومي مي داروا حنا بنتي ثاون عماره مين تلقى مزيان مخزنتين مين تلقى ثانيه اللي خصنا شويه مساعده انا عاون طاون غادغا حقا ما من ديالي شويه صغار شويه صغاري ويثن غيعاونان شك تستهلولي تزير خدمت نش نهام يكمر بالدخي جوضا ما تنسشغ ما تنسياضغ ما كيسنرهيغ وغالي الوقت ولا شي مزق جي فينو ثانيا انا وقا واش انا واش كو ذا ستزمات
شوف هذا ما هقا ما في غام الحل صافي ما انت الحل. هقا ما سينا انت غيعاود النوميديا انت تنجديني 8 نتنوغاني المخزن ما غامي تلقى مزيان المخزن ريت المدرسه شويه صغار شويه صغاري تا حنجه تطغى لا نشوة تقغبور فاز جات عوينو يا اما دغان سنين دي مدرسه بريفي ني غاد قيمن ديال العمومي الرفاز وث تقخشا هبتي الله يهديك بالخوش تقغ فاز جات عوينوني يتقابل تقال هاد السيد لا خان غتصل المصاريف قادر وقتي تيجي جا السعد غسكواسه انا تبدل شا الوقت الصفر تحجاني تاع الرغاني 8 مانا يثقاد وتجيبو ذي العدل قاني غاش نشوى زما غاد عقد غثاوينو يا دغان سنين ديال العموميه يا دغان سنين ديال الخصوصي ما ذاك اذا ما قول دم غيسر هذا السنوات تي تجمثاوا الناس وايت تقبوين جارسن غير فاز قمانا يثقاد قادر فاز منايا وتجيبو ذي العدل جاي حنجان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي تسال يا ربي ونتك باوي تنكوتو تغورو دي وابي قربا وتجيبو يذكر جيبوهم قران اثم هذه السماء الزريمه كاينه في المشهد وانيتا في الحقيقه نتيجه مشهد تمثيلي تقريبي يتقرب ديج النموذج نخيش الصوره العادل نخي اختلال العدل ديال المجتمع النخ والصوريات السوار خ العدل جا ثار راوك جا دو الريث العدل جاري حنجان ما مش غيقن الوالدين اذقن العدل جا ثار وانسن وفي الحقيقه العدل وانيتا يجن حاجه الطمقرانت ما يمي لانه مريتو كان كان العدل جا اثار ونخ زيت مزيان نطابط نخ القيمه يعني العدل خميني غيدغمغان اولا راني ثني غادي كن العدل يكثر وانسن غادي يستمر الخارته من العدل ذي الحق ثم اذيرين عادلين ديال المجتمع نسن ثم غاديرين عادلين الزواجات نسن ثم غاديرين عادلين كذلك ذي المسؤوليه نسن مراتو غينديشان ومشان المسؤوليه اي وظيفه اي عمل اي خاصه المسؤوليات الكبرى يتجا بنادم يحواج ديري عادل باش هو يضد جنبو الرعيه باش هو يضد جنبو المواطنين باش هو يضد جنب بويوذان لان الله سبحانه جل وعلا اثي حسب ونظر هذه المشهده يعني يخص هذه الصغار يجن زيثار ونس ذي بريفي 6 يجن زيثار ونس نغني هذه الصغار ذي العمومي في الحقيقه وني توجب ذي العدل لان السن ذي رجل الفارق جاء التعليم العمومي التعليم الخاص خاصه ذي الوقت ذي تعيش الطماطي ذي تعيش وبالتالي يجن الزيت ممكن هذه السعقايق في الناس سيني وين هم الصغار 6 تيشن خاص قداش شهر نش واخا في تصارف والو ما وين خاز زي فيتقعد تسجن العقده ويتصن يوذان توطن ذي الغلطه ايث ما ذي السماء التفذر بدا غاسي الجنزي طاول النص مفضل ربما لانه ذوني يخدمن ربما ذوني غتجي 8 ربما امني وها ربما ولكن واني تديجن غلط يجن زي الاخوان يتصل الزيغي جمار انه بانه غاسني جن تجاره شاشن دايس نتا ذي ثماس ذبابات السن ولكن يجو ما تنضم مزيان واخا يله يوذ فكيسن وايكير راس مار بابا السن يكسي زير وسط التجاره ني يتيشاسي ونا مزيان 8 ينغني وهذا سني تيشا يتسقساوني تماد العدل ما الظلم في الحقيقه ايث ما ذي السماء وني ذي شكل من اشكال الظلم فبنادم خصو غادي تبين شا بانه غاسي جن ميسي تفضلي تخيل نغني وكنيو السنه مره قصه سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يوسف عليه السلام السبب امزوارو يزيتيسين يثماس باش تنضان ذكوانو ني خاف نضان ذي الجوب هو ان ناس شك قيتفضلي شك باباتنخ خانخ بمعنى يتهتم الزيك في عز الخاس انت في الحقيقه حاشا سيدنا يعقوب هذا يضرم ثروه النص هذا يفضل سيدنا يوسف عليه السلام وحدث خير نغني وانما امني اذا سنين الشيطان مني اذا سني بانيني اثني ربما لانه تغى يتحتار شويت خاسن وخضم مزيان لانه يتوارى بان حنجاره غادي يفغ ذي النبي يخشى صار رب العالمين الحكمه ختم زنس ايثما هذه السمام مشنا ثاني تديجن الصوره من صور العدل والا فبنادم يتمارث الله تعالى هذه العدل ذي كل شيء
يتمارا أنقل عدلك ثاوان فعلا اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم ممش ديوسا ذي الحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يتمارا كذلك أنقل عدل زوجة النخ مرتوغا بنادم غاس كتازي اثنين تمغارين يقال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم مرث قذم يعني وتقنبوا العدل جات مغارين قمشتنوها النهرة ما الضرمم في النغني. ثم الله سبحانه جل وعلا يقارخ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وفي نفس الآية أيها الأحباب يقارخ الله سبحانه جل وعلا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأيها الأحباب خص بنادم هذه السن ممش غيق هذه السجار في الناس باش يلقى العدل ممش النايك ثاربت الناس يتزوجت الناس ديال المجتمع الناس من يكمر ويتيري شاز قني غير ضرمان يخفن سن غير ضرمان يوذان ايثما ذي اسماء قمه كاينه خنزار الاراء مثل المواطنين من قاندي القيمه يعني العدل وضعهم من ذلك. العدل دائما قال العدل هو انه اقتصد رب العالمين يقصح والانسان خص يدير عادل بعد يخف نزدم زوارو ديال المجتمع وديال الانسان يعني غاسيري ونث المصداقيه. العدل هي وذن خصها تعيش كيف امو مزيان امو مقران دوام وقان خص بنادم ديال مقان العدل مرس قصيده يخ العدل شي نخذ يحمى ربي سيدنا عمر يمونا كيس العدل يعني وزيت التحكيم شامه مش تواريخش ما عليك توغى العدل يتري وذن النغمار يعيش مليح يتري ويتغيميش نجند بوبري ويتغيميش نجند قمس الجوع يتري مرة صدق مرة الشام مرة سوا مرة ثياب. ما هو سبب هي نعمل لي وذن سمح ندي الدين سن وثانش من يقال الرسول وثانش سمح ندي الدين سوا هذا السبب يجعل الشين حتى من بنادم يسمح ذي العدل. الاخلاق ذو يجين الجانب ذو يجين انه الانسان تسمى وتقبل العدل اللي يخف الناس ورجل المجتمع. اشي ناخذ مسؤوليه غنخن الشين بعدا الشين العدل باش خص هذا شي ريشك العدل دم زوارو قبل ما تطلبت زكيج النغري. أيثما اسمات السلامة كينا في الآراء نيث مثلا في المواطنين يسورن في القيمة العدل. في الحقيقة مني نتفكر ذي القيمة لابد نفكر ذي حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوغذن ختاما ممش ذن ختام الله سبحانه جل وعلا باش نقل العدل ذي الحياة النخ أمن تكمر يجيو ذا النخ المخلوقات الله سبحانه جل وعلا أمن تكمر وذي الحياة النبي صلى الله عليه وسلم ذي صور مشرقة تبيند الصرامة من النبي صلى الله عليه وسلم ذي القضية العدل. وكنيو تسنم القصة المرأة المخزومية يروح نغيجو صحابي جليل وهو أسامة بن زيد ثح غاس باش هذا يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تقف مغافة ثوشا فالحد السارقة ذي الإسلام من يعني هو قصي وفوس ما يمي باش هذا سكن الدواء والجبوي والنيوشان وهو إنما المجتمع من يكمر ردي الجنوي زعم ذي يشاء لأنه مرا الناس يوشان ثني كثير حبس شهاني شهرين هذه فغدي عقبة ذي يشاء ذي يدور المجتمع مرة غيتشا مرة ذي خوان ولكن مرا السيق ذني الجن قصنا سفوس الجنوي زعم ذي يشار ما يمي هذا سيني هذا يح وفوس. فالمرأة المخزومية رمي ثوشا ثخا أسامة بن زيد الناس هذه تشفع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم باش هذا يتقصي بوفوس فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيج مغضب ضم قران من دسينا إن سمث السور ذي ذجيج الحد من حدود الله أتكلموني في حد من حدود الله فالرسول صلى الله عليه وسلم يزوغ ما السور ذي ذجيج الحد من حدود الله تعالى فيجغر مني ذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أسامة بن زيد يندم قال استغفار يا رسول الله استغفار يتسمح ذي يا رسول الله يندم رمي ذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الصحابة يقسن يجن الموعظة إن سنق الأمم من غيتو غادي نقبرنهم ونيهلك رب العالمين إلا لأنهم طغين ظالمين مرتو غيوشا الزيسن شنج الجن غاسشان المكانة قانس شريف سمح ناس ولكن مرتو غيوشا شنج الجن الزيسن ضعيف تقومن خاس ارحد فنشين خسا وانت رشاز الأقوامة فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم من سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش يحسم ذي القضية ثانية أذيني وذي سويرة إن والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد
لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرقت لقطعت يدها. قام علي تجي فاطمة ثوشان غادي تقص خفوس تاني يشنكشتني خيشنك الجنغري، بمعنى العدل كثار والنش، ثم العدل ذي المجتمع النش أمن يكمر. ويكفي أن بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ جن حديث شريف يسبينا القيمة العدل ذي القيمة يوذان يتقن العدل، إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور. يني يتقن العدل تيرين خشان المنابر زي النور يوم القيامة. المقسطين أي إني دي العدل عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين سبحانه جل وعلا. أقين خيفوس مولانا سبحانه جل وعلا على منابر من نور ميمي، لأنهم تغتقن العدل ذي الحكم من سن جاي وذان أيثما ذي السماء تمسرشتن العدل مهم يطس باش خاص نكمل روار أنخسار من قان أيث مثنخ المواطنين لبقية الآراء ذي الأسئلة وضعهم العقب قيم مكينة. بالنسبه للعدل نشتوري العدل رنتي خصوصا ديري يمارس والجدير ذي الخطاب وذخر يمار المؤسسات. العدل اذيري جار ويذوذ، اذيري جار الجهات، اذيري يتسقروا ثارس ذي المحاكم، اذيري ذي الاداره العموميه. الانسان الظالم اللي بدا يرقات الدنيا قبل الاخيره. الجزاء الناس غسيد رب العالمين جزاء الله مقرن الانسان يتأذن يعني تقوم من العدل. الظلم اذا غاسيش ما كانت ثمغا سيدي ربي نشيني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حارة. سمي حرم يتخيف نتظار ربي العالمين ماني عادش كتضرمض وما شمس رامني. صغا تسقسي العالم ما تنفهم العدل في الاسلام. ميمي غا كثا غا خطص الظلم. إثم ذي اسماء سلام يثمثنخ من قان ذي العدل، وفي الحقيقة يوار ذي القضية مهمة الطاس ميمي، لأن الوقت نتوارا يكثر شوية الظلم ذو قطاس المناحي الحياة سويني غتفذي وذان تعيشن ستي وقذا قانس قذا نخ يضرم شنجن وتقذنا يضرم مني وثسن كتار زقني يوجن ميمي، لأنه هو يقيم بويا الطاس الرمان. ولكن زماخ أذيني خيثما أنه العدل قوى جوذي الفعلوها، وإنما نشين الإسلام نخ يومارا نخ أنق العدل حتى ذي القول، فما بالنا عذ ذي الفعل نخذيش نحاجة النغني. لذلك يقار مولانا سبحانه جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، حتى مرت غتسور مثل موار أورني خص غادي يسيري العدل غادي يسيري المعقول، لأنه يورني ذوني يسقوضن غا الفعل شحال من حوايج بدات غا سواور ذي البداية. ثم يخصن في آية عظيمة الله سبحانه جل وعلا يقرخ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا ربي سبحانه جل وعلا يتمارنخ العدل والإحسان، بمعنى ما روانقي العدل وانيتم ينتق نتخالف أمر الله سبحانه جل وعلا ونتخالف الدين يزيد يسا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل مرة الرسالات يزيدوا سين الأنبياء خمولانا سبحانه جل وعلا بطبيعة الحال، لأن إن الدين عند الله الإسلام ثسد باش أتحث القيمة العظيمة أتوصى يوذان أذيرين عادلين ذي المجتمع أنسن باش أذرقان الله سبحانه جل وعلا يا خسن، لأنه تيري وضري من حدث ذات سن. يقار مولانا سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بمعنى الأنبياء هو نتس الميزان العدل باش إوذان وضج من وجه من نغني باش أذو يوان ذو قبريذا الله سبحانه جل وعلا زيوما. أيها الأحباب قم عليك ذني شنجن غاسر حق ذي ظلم يريد مولانا سبحانه جل وعلا يتجند الخالق، فمما مرا مولانا سبحانه جل وعلا يتجند الخالق العظيم يحرم الظلم خيخ النس يقيث جارنخ محرم، فمن غنيني يوذان يزعمن
خي الجن ونغني ومولانا يقار يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. العبادين حرم الظلم خي يخفينو وقيخ جاراهم محرمة غاوم ما تظلم الجن ونغني. ثم يقول سبحانه وتعالى باش يبين الصفة العدل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سمي قال مثقال ذرة يعني شان حاجة تباردين شان حاجة طمزيان تخوخ الشي وتبيني إلا ذي الأشياء نتفوشت فتني وميقان الذرة يعني جن حاجة طمزيان مش حمث نويث طمزيان كتا رب العالمين واش يضجم ولو مين توزن الذرة لأنه وما ربك بظلام للعابد سبحانه جل وعلا. والإسلام النخي كمريث رب العالمين العدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا وعدلا. ذوانية الإسلام يزيد يسا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخمين يسورخ العدل أيها الأحباب وجبوا جاي مسر منوها حتى مرت غث كافر إنسان وضد جمشا حتى مرت غث حيوان وضد جمشا لأنه ثم غاث ثوذف غا جهنم تحبس ثموش شكتوا فمن غنيني يني يحبسني وذن ظلما وعدوانا. وفي سورة المائدة قال مولانا سبحانه جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بنادم يتجن ذيس التقوى ذيس الخشية مولانا سبحانه جل وعلا فلا بد أذيق العدل أيها الأحباب ويتق والظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يمارث الله سبحانه جل وعلا ذي القرآن باش يري عادل الأمة النس باش يصيو الثبرة الأمة النس العدل ويصيو صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أحسن وجه ويشهد خس حتى الله سبحانه جل وعلا ذي القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سويني يقارس أو ممشديوسا خيرس النبي صلى الله عليه وسلم ذي القرآن يقال وأمرت لأعدل بينكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمارث الله سبحانه جل وعلا بشديق العدل جارنخ لأنه ممشنا الله سبحانه جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان. ثم يخصنا نسنج القضية النغني مهمة أيها الأحباب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تغي السوار وشي ذا ديجن حديث إن جدين يجن 70 وذانا ذيرين دي ثيرين العرش يوم القيامة نهار وذين التيري الذي جن تيري إلا ثيرين الرحمن سبحانه وتعالى. أم زوارو دي ذا زي 7 إمام عادل وخمني نقار إمام ذي اللغة العربية نقصد الحاكم مريتو حاكم عادل يكشعب الناس ويضجم حد الأمة ثقوا مرة ذي ثيري العدل الناس ماني تيري وانيتا يتيري ذي ثيري العرش يوم القيامة نهار يغثيري ثفوش ثوذاس خش الجفن نهار غيرين يوذان الطس زيسن غاقن ذي ثيذي نتغذيري ذي ثيري وتجبو ذي ثيري مولانا سبحانه جل وعلا ما يمي لأنه يقل عدل ويجب الظلم لأنه يسن بأنه لا يفلح الظالمون. الله تعالى ويغفر شيخ الظالمين الله تعالى يتوارى الظالمين جاثي الطوينس ولكنه يمهل ولا يهمل سبحانه جل وعلا. لذلك قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قاذاش تغير إلا سيدار رب العالمين يغفر الظالمين وان يتوارثن يسن من تقن ولكن كل شيء يتزدير وقت الناس لأنه سبحانه وتعالى حكيم خبير يسن من يتق وجود العباد إذا صغيرين. ثم خميني تيري شان القرية يعني خشن تندين خشن الوطن ذيس الظلم رب العالمين يتشس الوقت ولكنه خميني في يكسي تيجن تكسيث وزمار ذي ماسكتار. لذلك قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سبحانه جل وعلا. ويمارنخ سبحانه وتعالى باش أدى الأمانة المؤمنين المؤمنات ذي وذان وانضج حد في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يني ضد من المؤمنين غاسن يجن الإثم ضام قران أيها الأحباب. أيثما ذي اسمها في الحقيقة غنخشن الأسئلة فيسبوك أنا خضار يجدرين الأسئلة يتمثنخ يجن زيسان يتسقسى ما جزاء الظالم في الآخرة من يعني الخراس وني ضجمن ذي الآخرة.
والله أيها الأحباب آيات كثيرة، أحاديث يتصور ندير موضوع عسل خراعن تغاسي يجن عذاب شديد، لأن الله سبحانه جل وعلا لابد أذيار حق المظلوم ما رواسيك شديد الدنيا غثسيار ذي الآخرة. يقال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. يا ربي وخسيه وين شغل قرية كمر نخد الوطني كمر نخد العالمي كمر أثيسي مرت غيت الظلم ديوين نغني الجديد غيقن العدل. ثم يقول تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الظالمين سوجدا سنيش تمسي الطام قران تمسيني نظنس الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمارون. نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الأخير أيها الأحباب، يجوا مثلا خيت سقساسي ضار ربي العالمين ما يستجاب الدعوان المظلوم شيء يجن ضرمت ما يرفع في السنس مولانا سبحانه جل وعلا ماذا سيستجب من لا. لا شك في ذلك أيها الأحباب، فإن الله سبحانه جل وعلا مشنا لا يحب الظلم. ثم سميع بصير توارى من توقع عندي ثمواثي تسرى العبد النسخ مني غاسي يترو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرخ دعوة المظلوم تحمل على الغمام. الدعوة المظلوم يكسيت رب العالمين خسينه وتفتح لها أبواب السماوات ثورا وجنا ما يعظمت الدعاء للمظلوم تقعد. ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. سيدي ربي تزجى العزة الناس بأنه هذا ينصار المظلوم، لا بد في ينصار أيها الأحباب. ثم قارن يتحذر الظالم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قد دعي المظلوم وهذه النبو جارزت مولانا سبحانه جل وعلا الحجاب. المظلوم غار ذي دعاء الله سبحانه جل وعلا يستجب أيها الأحباب. فإن شاء الله وأنت ريشازي الظالمين إن شاء الله نيري زيد ذي الجل عدل راه ما مشنا كثار وتنسن لك الأزواج نسن الذي المجتمع نسن راه ما تغين ديشان المسؤولية. فالعدل هو أساس الملك وهو أساس الحياة أيها الأحباب. ما ريختل العدل تيختل كل شيء، وما ريختل العدل لابد ديال رب العالمين وتغير العدل. فغاث نقن الشين قبل هذا خيب الدر الشان الأقوى من غني غاديرين خاص زينخ أيثما ذي السماء أرداني تاكي ومنوض خونك كار الحلقة يا أرغن مسرقة نجيج الحلقة نغني نقرأ وما كنو يحفظ الله سبحانه جل وعلا أكنو ينجز الظلم الظالمين أكنو يجز جوذاني الجن عادلين تقولي مولانا سبحانه جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.